السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متابعينا الأعزاء. اليوم راح ننزل لكم شرح عن انمي دراغون بول. يوم انا جمعت عدة حلقات وعدة مشاهد من عندها لهذا الانمي، واليوم راح اشرح لكم عنها. طبعا حيكون شرح لبعض القتالات ويا بعض الشخصيات، وحنبدي بخمس ترتيبات من الترتيب الخامس الى الترتيب الاول. ويلا يا شباب خلينا نبدي. اول ترتيب ويانا واللي هو الترتيب الخامس، واللي هو قتال جوكو ضد ابنه جوهان. طبعا يا شباب هذا ما كان يعني قتال بالمعنى الحرفي، بل هو مجرد تدريب لزيادة قدرات جوهان فقط، مو مجرد يعني قتال حقيقي. فاحنا مثل ما نرى جوهان يحاول رفع طاقته لكن ما يتحول. احنا مثل ما نشوف جوهان ينطي فعالية اكثر من جوكو بدون اي تحول طبعا، وهاي مثل ما تشوفون قدامكم. طبعا عدة ضربات يتبادلون اللكمات اثناء القتال. طبعا دا تكون يعني قتالات جدا شرسه، ومثل ما تشوفون جوكو تحول الى السوبر ساين 1 واللي هو تغير لون شعره الى اللون الذهبي، وجوهان رفع طاقته لكن بدون تغيير لون شعره. ولكن مع كل هذا يبقى ند الجوكو مثل ما تشوفون. لكن بنهايه القتال جوكو هو اللي فاز عبر ارهاق جوهان. ولكن انا ما راح اطلع نهايه القتال حتى ما يطول ويانا الفيديو. طبعا القتال صار جدا شرس. القتال الرابع طبعا ويانا يا شباب هو جوكو من انمي دراغون بول زد القديم ضد ماجين بو، واللي هو يعتبر اقوى نسخه من نسخ الماجين بو اللي ظهرت بانمي دراغون بول. طبعا جوكو يوجه كميه كبيره من الطاقه نحو ماجين بو، وماجين بو يصدها بكل ما عنده من قوه. لكن احنا مثل ما نشوف هو دا ينهك ودا ينهار، والطاقه مالت جوكو دا تتغلب عليه. هو طبعا ماجين بو يا شباب قوي جدا، بحيث انه جوكو اظهر تحولين جديدين بعد فوق التحول مالته هذا اللي هو السوبر ساين 1. طلع السوبر ساين 2 السوبر ساين 3 حتى يهزم ماجين بو. لكن مع كل هذا هزمه ما اقول لكم هزمه ولكن بصعوبه. بس مثل ما تشوفون ماجين بو صار بنص دائره الطاقه اللي جوكو وجهها عليه، ومثل ما تشوفون هو ينمح هسه، تحول جسمه بالكامل الى اتربه مجرد تراب. هذا القتال يعتبر من اشرس القتالات في دراغون بول زد كله. ويلا يا شباب نروح للترتيب الثالث. الترتيب الثالث واللي هو يكون اطول قتال في دراغون بول زد بتاريخه كله، واللي هو قتال جوكو ضد فريزا. طبعا يا شباب القتال اللي استمر لمده 3 ساعات، واللي بيه جوكو ظهر عنده تحول سوبر ساين، واللي هو يعتبر اول تحول لديه. ولكن بعد ان هزم فريزا عاد فريزا مجددا بعد تركيب عده اجزاء آلية على جسمه، وحاول ايضا انه يقتل جوكو. وفريزا احضر معه والده وبعض من جيش الفريزا او مثل ما يسموه فيلق الفريزا، وحاول انه يهزم جوكو في تلك المعركه، ولكن فشل. فشل ذريع، يعني اكثر من الفشل مال قتالهم الاول. صح انه اعطى تفوق ببدايه القتال، لكن اجى ترانكس فجاه وقطع جسم فريزا نصفين، وها مثل ما تشوفون قدامكم الى هذا الشكل. وما قدروا بعدين يرجعون فريزا، وما رجع فريزا وما ظهر الا بانمي دراغون بول سوبر الجديد. الترتيب الثاني هو يعني يا شباب هو فيجيتا ضد بيروس. طبعا فيجيتا يعتبر امير السيان، وبيروس هو حاكم دمار، واللي هو بذاك الوقت اكيد كان متفوق على فيجيتا بهواي. لكن فيجيتا ايضا ما اعطى مجال، بس ما ظهرت له اي نتيجه. مثل ما تشوفون القتال عندكم هو هذا. طبعا يا شباب القتال مالتهم طول اكثر من هذا، ولكن انا شخصيا ما اعرف شنو كان فيجيتا يستفاد من عنده اثناء القتال، مع انه ما قدر هالقد يسبب ضرر للفيروس. ولكن بعدها جوكو ظهر له تحول جديد اقوى من 3 تحولات ظهرت له في دراغون بول زد، واللي هو السوبر سايان جاد او السوبر سايان ريد، واللي كان عبر قوة نارية تخرج من داخل جسمه، واللي بيه استطاع ان يجاري بيروس، لكن بالنهاية ما حد انتصر، وبيروس اصبح من ضمن اصدقاء جوكو. وهذا كان من احد افضل الاحداث بانمي دراغون بول سوبر، واللي كان ببدايه الانمي طبعا بالحلقات الاوليه. ولكن مثل ما نشوف احنا قوه جوكو تناقصت ورجع للسوبر ساينز القديم واللي هو يكون الذهبي، وهو القتال الاول. والى هنا شباب طبعا يكون خلصنا الفيديو. اشكركم طبعا للمتابعه واتمنى لكم الصحه والعافيه، ويلا يا شباب مع السلامه.